السلام عليكم يا جماعة، كيفكن؟ طمنوني عنكن، شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير يا رب وانتوا عم تشوفوا الفيديو اليوم. وبداية الفيديو كمان ما ننسى الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فبداية الفيديو راح أبث كعكات العيد، لأني الحج جاب لي إياهن المسا معه وهو جاي. فجاب لي هيك 5 كيلو سميد وكيلين طحين. بقى هدول لما بدنا نشتغل الكعكات بنبسهم قبل بنهار حتى يصيروا لتاني يوم، حتى تغب السميدة تغب السمنة. عرفتوا علي؟ وهلا بعد ما حطيت السميد 5 كيلو والطحين كيلين، بحركن هيك مع بعضهم وبخليهم يخلطوا مع بعضهم. وبعدين بحط السمنة، كمية السمنة هلا لكل كيلو سميد أو كمية يعني الكعك لكل كيلو 400 جرام سمنة. بحب كمان هيك يضيف حليب مع السمنة، لكل كيلو كاسة حليب أو كاسة مي. هلا أنا ما جاب لي حليب الحجي، راح أحط مي. هلا هون أنا بدي أحط الكيلين السمنة، جيب لي علب سمنة. فلما جاب 7 كيلو عساس اني بدي اجيب 5 كيلو، لما جاب 7 كيليات قام اشترى لي كيلو فرط من سمنة الخير. وهدول العلبتين نوعية السمنة الطيبة. والله فهلا بدي يعني اعبي افضي السمنة في الطنجرة ونضيف عليها المي ونغليها على النار ونحطها كمان على السميد، حتى هيك السميدة تتفتح ولتاني يوم وتتشرب هيك السمنة، وبصير علينا هيك طريقة الشغل الكعك أسهل. وأنا كمان هاي الطريقة بشتغلها كل سنة يا جماعة، يعني بتنجح معي طريقة الكعك وبطلع كتير طيب وبدوب بالتم هيك ذوبان. جربوها ما بتندموا، يعني أنا كل سنة هيك بعمل بهذه الطريقة نفسها. والله واللي بيجوا اللي عندي وبيدوق كعكاتي بيقولوا لي كعكاتك كتير طيبات بهالطريقة. هلا هون أنا فضيت السمنة وراح نحطها هون على النار ونضيف المي. فمشان ما تكتر كمية المي، هلا هو أنا يعني مو 7 كيلو، راح أضيف 6 كاسات حتى لما يكون بدنا نكعك الكعكات. إذا شفنا هيك بدهم يعني مشان يتكعكوا معنا نضيف بإيدنا المي. فيعني بنحط شوي جمنة بالمي ومنكعك فيها الكعك. لا اذا شفنا هيك تشربت السميدة وفتلت معنا وصارت تشتغل معنا هيك كعكات، خلص. هلا انا هون ضفت 6 كاسات، وهي الكاسة يعني صغيرة ما تشوفوها كروم، بس كروم بس صغيرة. ضفت 6 كاسات وما معرمين كتير، يعني ناقصة شوي من الكاسة، يعني ما عبيتها كتير. والله هلا حطيت 6 كاسات حتى هيك ما تكون ميته كتيرة ويعضم معنا، عرفتوا؟ هلا هون هيك بدها تغلي المي مع السمنة وبعدين بنضيفهم على الخليط السميد مع الطحين. هلا هون بدنا نحط السمنة ونخلطهم معه ونتركهم لتاني يوم. وبالنسبة للسمنة يعني حسب رغبتكم، حسب الموجود، يعني ما بنتقيد بالسمنة، بس كل ما حطيتوها سمنة طيبة بيطلع الكعك أنكه وأطيب. عرفتوا؟ يعني هلا يكون سمن مثلا حيواني بيطلع طعمته غير. بس يعني كمان هدول هيك يعني إذا واحد الموجود عنده السمنة كان بيعرفها هيك طيبة ومعروفة السمنة، يعني كمان بيعطي طعمة طيبة. كمان انتبهوا على شغلة، يعني ما بصير نسخن السمنة ونغليها ونحطها على السميد وبعدين نضيف المي، بصير غلط. هلا ليش عم نحط المي مع السمنة؟ مشان لأني درجة الغليان المي مع السمنة غير لما اني نحط السمنة وتحمى هيك لحالها، بتصير يعني بتكون درجتها غير. ويعني حماوة السمنة يعني بعدين بتنكوى كوي، عرفتوا؟ لا هيك بتبقبق بالمي وبعدين بنضيفها. هلا هون بعد ما بخلطهم كلهم مع بعضهم
ايه والله، ولما بشتغل فيهم هيك راس العجوة بشتغلها كلها وبخلص الكمية اللي عندي الموجودة. هلا انا جابلي كيلو عجوة. اول شي بشتغل راس بعجوة، وبعدين بحشي اذا جايبلي مثلا جوز بحشي كمية الجوز وبخلصه. وبتحبوا بعدين تضيفوا على العجينة حبة بركة، أو تحبوا تضيفوا عليها هيك أي نكهة من فانيلا، أو يعني كمان تعطيها نكهة طيبة. هلا أنا الكعك بحب أضيف عليه حبة بركة. هون الحجي لسه ما كان جايب لي. إيه، بعد ما بشتغل راس البعجوة والكربوجات بقعد بضيف حبة البركة وبنكه كمان هيك للكعك. هي حسب رغبتكم يعني. وهلا هون شايفين عم بحركه مشان هيك يتشرب كل حبة سميدة، تتشرب من السمنة، وبتركه لتاني يوم. هلا كان هون المساء لما بسيت الكعك. تاني يوم فقت بدي انزل هيك على السوق، ولا خبروني بنات حماي قالوا لي ان نحن جايين من السفر وبده يجوا لعنا. ايه، فقررت هيك انزل على السوق، فرحت على منطقة الجمالية. ما بعرف ليش عم بحب هيك اروح على منطقة الجمالية وما انزل على باب جنين. يمكن لاني هيك عم بصير زحمة بباب جنين وعجقة. إيه، عم بصير هيك مثل الشلمة، يعني ما واحد عم يعرف ايش بده يشتري. عرفتوا؟ فقررت انزل هيك على منطقة الجمالية ومن هنيك اشتري اغراضي للطبخة. فكان عندي هيك فخدات في البيت، قلت بسلقهم وبشتري هيك نص كيلو فريكة، وبشتري كيلو رز وبعمل هيك أكلة فريكة. ويعني بما أني في عندي هيك فخدات بالبيت، فنزلت على الجمالية وشفت هيك من يعني أجواء رمضان بآخره. ويعني هلا هيك كمان العالم هيك بتحضيرات العيد، فكان كل المحلات فاتحين وكمان في هيك نزلوا ضيافات، ومثل ما تكون شايفين هيك هالزحمة والعالم كلها هيك عم بيحضروا لتحضيرات العيد. الطبخة وما رح أكترها يعني، عرفتوا؟ يعني عشا نهار حتى الأكل لأن عم بزيد من تاني يوم، يعني واحد مع مدة صيام ما بتقبل ياكل. ايه والله عم بحب هيك يشكل. هلا شغل الكعك راح يكون تاني يوم، فراح انزله بفيديو جديد. هات انا بعد عشان ما تكسر. الله العمل الصالح. هاي 115. خلي علي يا عمو الاشكال هدول.
العرباني تعطيك صفر. اسعار كويسه، اسعار رخيصه، اسعار كويسه. يلا يلا اي فابوك شيلو. في بالبندق حشي بالبندق زيت حليب ايش بدك فيه؟ هذا كله اسعار كويسه، اسعار رخيصه. يلا يلا اسعار كويسه، اسعار رخيصه، اسعار كويسه يا اولاد. تفضل يا خالد، اسعار كلها كويسه. بداية كويسة، بداية نظيفة. تفضلي. بحكي معك. جاي. الا ما بيله فراريجو. وهون بعد ما خلصت جولتي من منطقة الجمالية وشفتوا هيك المحلات والضيافة والعالم كلها بتحضيرات العيد وكل شي موجود الحمد لله، وهيك أسعار مناسبة كانت. فانتقلت هيك على منطقة تانية من الملعب البلدي، وكان كمان أصور هيك أجواء آخر رمضان ومن أجواء تحضيرات العيد للمنطقة بمنطقة الملعب لأني قريبة كتير من الجمالية. بتمنى هيك عم يعجبوكم فيديوهاتي وعم بتكون متنوعة، فما تنسوا هيك تحطولي لايك وتدعموني، خليلي قلبكم. مثل ما تكون شفتوا هيك نحن عنا بحلب بعدة مناطق عم بيكون أجواء آخر رمضان غير، وحتى لتحضيرات العيد وعم بتكون هيك يعني العالم زحمة في كل المناطق. وإن شاء الله هيك انتو كمان ببلدكم في هالأجواء وفي هيك تحضيرات للعيد، كتبولي بالتعليقات.
في محاشي عندك؟ والحمد لله ان كانت هالسنة اجواء العيد غير حتى رمضان. الحمد لله انا حسيت هالسنة يعني غير كل السنين السابقة، والله هيك يفرج علينا ويا ربي، وكمان تفرج على الأمة. هلا هو في شغلة بدي أقولها، اني ليش هيك زحمة بالباب جنين. هلا هو كله في بسطاطية وكمية يعني العالم الموجودة واللي مبسطين كتير، وهلا هذا الشي حقهم. يعني نحن ما نمنع رزقة حدا، يعني الكل بده يشتغل وبده يعني يرزق، وخصوصا هلا على وجه العيد، والله يرزق الجميع ان شاء الله. بس بتمنى هيك الشغلة يلاقوا لها حل، ويعني يلاقوا لهم مكان لهدول العالم. هلا الكل كمان هيك يعني بده يفتح البسطة حتى يرتزق، لاني شفتوا هيك شوي دقر الشغل في بعض مصالح دقر شغلها، فكل العالم هيك لقت لها هي الشغلة وبدهم يعني يشتغلوها مشان يرتزقوا على وجه العيد. بس هاي الشغلة يعني ان شاء الله هيك يلاقوا لها حل ويلاقوا لهم مكان. هون يا جماعة خلصت جولتي من الملعب البلدي، ووصلت لقلعة الفيض، وانتهت هون جولتي. وهلأ أنا رايحة على البيت حتى هيك أعمل طبختي، وكمان هيك أجهزها وما أتأخر عليها. ومثل ما بتعرفوا يعني جايين ضيوف وكانوا رايحين يوصلوا. هون شايفين اني سلقت هيك الفخدات وطبخت النص كيلو فريكة. ما حبيت اكتر لاني ما عندي يعني اشخاص كتيرة بتكفينا العشاء لنهار يعني ليلة افطار. وشفتوا طبخت هيك كمان كاستين رز، وهيك صار عشانا وفطارنا جاهز، والحمد لله على النعم، وصحتين وهنا.